وفي وسط المسابقة وينزداي بتشوف رؤية تانية لنسخة شعرة منها، والنسخة الشعرة منها دي بتقول لها إن وينزداي هي المفتاح. وينزداي بتصحى بتبقى مستغربة وبتلاقي بيانكا اتقدمت عنهم في السباق، وبتطلع تجري على القارب بسرعة وبتستخدم الغش هي كمان عشان تكسب بيانكا وبتكسر لها القارب. وبتكون دي أول مرة من عشرات السنين فريق غير جماعة الإغواء بيكسبوا البطولة. بعدين النظرة لاريسا بتدي الجايزة للفريق الكسبان، لكن وينزداي ما بتحبش التجمعات وبتروح تقعد عند تمثال قديم. وهي قاعدة على التمثال بتشوف في ايده كتاب عليه نفس العلامة بتاعة الكتاب اللي كان مع روان قبل ما يموت، وبتستنى لحد بالليل وبتيجي تحل الأحكيات اللي على التمثال. توصل لكلمة السر وهي إنها تفرقع بصباعها مرتين عند التمثال، وفعلا بيظهر لها ممر سري في أوضة غريبة. بتخش جوه وبتلاقي الكتاب اللي كان مع روان. لما بتفتش في الكتاب بتلاقي فعلا ناقص منه ورقة، ولكن وهي ماشية حد بيخطفها.